يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة تحلية صيامي سهلة جدا وبسيطة جدا. هنعملها سادة وبالفواكه، كمان بالفواكه مع الكنافة. هنعمل رز بلبن بمنتهى السهولة بطريقة مختلفة او شكل مختلف، وهقولك لو مش متاح عندك لبن صيامي تعمليه ازاي في البيت بمنتهى السهولة. اول حاجة هجيب كوباية من اللبن الصيامي البودرة بالشكل ده، وهحطه على 4 كوبايات من المية بدرجة حرارة المطبخ. بس معيار الكوباية اللي هستخدمه في اللبن والمية يكون بالشوب الكبير، كوباية المية او العصير الكبيرة، لانها 250 ملي يعني ربع لتر، فاحنا نستخدم الكوباية الكبيرة. هقلبهم مع بعض لحد لما اللبن يدوب، هو بيبقى عايم على الوش شوية لكن مع التقليب بيدوب كويس وبيبقى تمام. لو مش متاح عندي لبن جاهز هعمله في البيت ازاي؟ هجيب شفشق الخلاط واحط فيه كوبايتين من جوز الهند. يفضل ان جوز الهند يكون خشن، لكن على حسب برضو المتاح عندك استعمليه. كوبايتين من جوز الهند احط عليهم 4 كوبايات من المية المغلية، وهفضل اضرب فيهم واشغل الخلاط ضرب متقطع علشان اريحه شوية واشغله شوية من 10 ل 12 دقيقة. بعد كده اصفي الخليط ده، والحليب اللي هيخرج هو ده حليب جوز الهند زي اللي احنا حضرناه بالظبط. بعد كده هحضر النشا والمية اللي استخدمهم مع الرز. هنا نص كوباية من المية حطيت عليها معلقتين كبار هرميين من النشا. هقلب المية مع النشا كويس جدا لحد لما النشا تدوب، وقبل ما استخدمها برضو هديها تقليبة علشان النشا بتستقر تحت في الكوباية والمية فوق وبتفصل. كده جهزت النشا. هنا هجيب نص كوباية من الرز المصري هغسلها كويس، وبعد كده احط عليها كوبايتين من المية واسيبها على النار لحد لما الرز يستوي ويتشرب المية تماما بالشكل ده. كده الرز بتاعي مظبوط جدا، ودي التسوية اللي انا عايزاها بالظبط. هبتدي اجيب الحليب اللي عملته هنزل بيه بالشكل ده على الرز، هقلب فيه لحد لما يقرب كده يعني يسخن، وهنزل بنص كوباية من السكر. انا حطيت نص كوباية من السكر، لكن تقدري تحطي اكتر او اقل على حسب التحلية اللي انت حباها. حط كمان معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ودي بتدي ريحة وطعم ونكهة حلوة جدا جدا للرز. زي ما احنا شايفين كده لبن جوز الهند بيخلي الخليط بتاعي مش ابيض زي اللبن العادي، لكن طعمه بيبقى خطير. هنا بعد ما سخن كويس نزلت بخليط النشا وقلبته كويس جدا زي ما انتم شايفين، على طول على طول بيتقل معايا، فانا اقلبه كويس واوزعه كويس على الرز علشان ما يتكتلش او يستوي في حتة واحدة. كده خلاص مجرد ما الرز يغلي والنشا تستوي ويعمل فقاعات يبقى الرز بتاعي بقى جاهز. لو انا هعمله سادة يبقى كده خلاص انا عملته بمنتهى السهولة. ولو مش متاح عندي لبن بودرة او لبن جاهز يبقى انا هستخدم جوز الهند واعمل منه احلى لبن وهيبقى طعمه خطير. لو هعمل بقى الرز بلبن بالكنافة هبتدي اجيب ربع كيلو من الكنافة واحط عليه ربع كوباية من الزيت ومعلقة كبيرة من السكر البودرة، وطبعا هكون مقطعة الكنافة قطع صغيرة، وهبتدي احطه في صينية وهدخل الصينية دي في فرن سخن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. كل 5 دقايق اخرج الصينية دي اقلب الكنافة وادخلها الفرن تاني لحد لما تاخد اللون الذهبي. بعد ما اخدت اللون الذهبي بالشكل ده بجيب معلقتين كبار من عسل النحل او عسل الجلوكوز، سوري مش عسل الجلوكوز، السيرب تقيل، يبقى معلقتين كبار من عسل النحل او جلوكوز تقيل او مصممة على جلوكوز او سيرب تقيل، وهحطهم بالشكل ده. انا عايزة الكنافة تبقى مفلفلة ما يبقاش فيها السيرب تقيل ومتكتلة في بعض، انا عايزاها بالشكل ده، فمعلقتين كبار كفاية جدا لانه في لسه تحلية في باقي الطبق. كده بقى جاهز معايا الكنافة او جهزت معايا الكنافة. انا هنا هحط مانجا، لكن لو حابة تحطي فراولة او حابة تحطي تفاح او موز او برقوق او اي فاكهة تحبيها فتقدري تستعمليها. لو هتستعملي الفاكهة على طول يبقى مفيش اي مشكلة تستخدميها، تقطعيها قطع وتستخدميها زي ما هي، ممكن كمان عنب.
لو هتقعد معاكي فترة يبقى يفضل ان احنا نحط معلقة جل تلميع او جزء كده صغير من جل التلميع على الفاكهة ونقلبها، او معلقة من العسل، عسل النحل، علشان لون الفاكهة ما يغيرش معايا. لكن لو هتستخدميها على طول خلاص ما تحطيش اي حاجة، الفاكهة قطعيها وابتدي استعمليها. انا هنا جهزت الفاكهة، قطعتها مكعبات صغيرة، المانجا بالشكل ده، وهبتدي احط على الرز مكعبات لحد لما اغطي الرز. ممكن اعمل مانجا بيوريه، يعني اهرس المانجا بالشوكة واغطي الرز برضو بالمانجا البيوريه وفوقيها مكعبات، بتبقى حلوة جدا. والمانجا من الحاجات اللي بتليق جدا جدا على الرز بلبن، اكتر فاكهة انا بحس انها بتليق مع الرز بلبن. لكن احنا بناكلها في القنبلة في محلات الرز بلبن، بيبقى معاها فراولة وبيبقى معاها عنب وبيبقى معاها موز وتفاح وفواكه تانية كتير، كلها بتبقى حلوة. لكن يعني انا شخصيا بحب المانجا، بحس انها لايقة اكتر. الطبق الاخير هحط رز بلبن فيه، بس حبيت اوزع مكسرات كده بسيطة، وبرضو بيبقى فيه مكسرات وبيبقى عليه كنافة وعليه بسبوسة وعليه قشطة. يعني اللي كانوا بره عارف بقى الحاجات دي بتبقى ميكس ازاي جميل مع بعض. هنا بعد ما حطيت الرز بلبن في الطبق الاخير حطيت الكنافة، هحط طبقة من الكنافة بالشكل ده واغطي الرز خالص. وبعد كده هبتدي احط مكعبات المانجا، وممكن كمان احط مكعبات فراولة، لكن انا احط الفراولة بس علشان التزيين او نغير اللون. لكن تقدري تحطي اي فاكهة انت عايزاها براحتك، بتبقى جميلة جدا. اي نوع مكسرات بتحط عليها، كمان بسبوسة بتحط عليها، كنافة زي ما احنا عملنا كده، سواء كنافة زي كده او كنافة قطع، بتبقى جميلة جدا جدا معاه. بس احنا حبينا نعمل صنف صيامي يبقى طعمه حلو ويبقى قريب للقنبلة اللي بناكلها بره، وميكس الكنافة والقرشة الخفيفة اللي موجودة في الكنافة مع ذوبان الرز بلبن مع طعم المانجا، بيبقى طعم حلو جدا، طعم رائع مختلف، يعني تحسي بأطعمة كده مختلفة خطيرة. اللي حطيت عليه الطبق اللي حطيت عليه الكنافة المانجا، بس حطيت قطعة كده من الفراولة علشان بس اللون مش اكتر، ورشة صغيرة من المكسرات سوداني او اي نوع مكسرات عندك. وممكن طبعا تستغني عن حاجة او تحطي حاجة براحتك، تقدري تلعبي في الطبق ده بطريقتك على حسب الموجود وعلى حسب المتاح. هو اهم حاجة الرز واللبن، واحنا الرز موجود عندنا في البيت، واللبن نقدر نعمله من جوز الهند. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وهسيب لكم طريقة الحليب الصيامي او لبن جوز الهند الصيامي تحت في صندوق الوصف لو انتي حابة تتفرجي عليه فيديو وتشوفيه. اشوفكم في فيديو جديد يا احلى متابعين، باي باي.